بلاد الفلاسفة، بلاد سقراط وأرسطو وأفلاطون وأسفيوس والجميع. وشكرا كذلك لملتقى السرد الروائي على إتاحة هذه الفرصة. ودار الجامش. إيه طبعا. نعم. دار الجامش بالطيب. نعم. وطبعا ليش تقاطعني؟ صراحة يعني قدمت كذلك الشكر والتقدير إلى دار الجامش أبو الطيب الجندي المجهول الذي يجمع الجميع ويرحب بالجميع وهو خلف الأسوار أو خلف الكواليس. حقيقة الحديث عن الدكتور الحلي يعني ذو شجون. بصراحة أنا يعني أتوقع أن أكتب دراسة نقدية، لكن وجدت الدكتور رعد لا تحوي دراسة نقدية واحدة بل دراسات متعددة. وكذلك يعني جلسة احتفائية بمنجزات متعددة مارية اليونانية يعني ليس فقط بالروائي جنس الأدب الروائي ولكن في الجنس الفلسفي أبسيوس اسمه ثقيل أبسيوس شو يسوي؟ وكذلك يعني يجب أن نذكر يعني هذه القدرة الأدبية. أستاذنا طه يعني هسه تفضل قال ذهب طبيبا وعاد أديبا، وكذلك أعتقد مفكرا أيضا، لأن يبحث في جميع الأمور ويبحث في جميع مجالات الحياة. طبعا الأستاذ رعد صديق المرأة برواياته، وجدت الوصف الجميل خاصة في ماريا، وجدت الوصف ووجدت السرد الرقيق الذي يحمل الشفافية ويحمل الكثير من المشاعر الإنسانية. وكذلك صديق الطفولة أنه هو دكتور اختصاص معالج الأطفال، وإن شاء الله يعني مثل ما عنده مشروع باليونان إن شاء الله بالعراق يأتي ويعمل مشروع إنساني. فأهلا وسهلا بك بين أحبتك، وأهلا وسهلا بك بين ناسك وجمهورك، وإن شاء الله يا رب التوفيق إليك ودعائنا مستمر بالخير والبركة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ علاء. شكرا. طبعا نشكر اتحاد الادباء الذي ارسل يعني من يمثلهم استاذ رأفت عادل. شكرا جزيلا لك والاتحاد. طبعا الاتحاد بلغني ان بسبب البناء في الاتحاد كان جلست هناك في اتحاد الادباء، لكن هناك اعمار في البناء فنعتذر كثيرا. دكتور عبد الكريم لديك عمل اتصور. تفضل. صباح الخير، تحياتي للجميع. شكرا لدار السرد ولدار الجامش. شكرا جزيلا لهذه الأسبوحة، وشكرا لتواجد الدكتور اللي طوى المسافات واجانا وحياه الله بينه وبين اهله وبين ناسه. الحقيقه انا كنت مسافر والبارحه العصر حصلت نسخه ماريا اليونانيه من الاستاذ رياض، فما استطاعت ان اقراها، ولو يعني كان هنالك وقت. ايضا تحتاج الى وقت طويل، روايه طويله. يعني الان هذا العصر عصر الروايات القصيره اللي ما تتجاوز 150 صفحه، لانه 300 صفحه و400 صفحه صعب واحد الان يقراها. ما اعرف، انا اشوف نفسي صعب اقراها. المهم اطلعت على روايه ماريا، روايه ممتعه جدا. الصفحه الاولى للروايه اللي بها هي تقديم للدكتور وتاريخ الدكتوره، حالتنا الى قضيه مهمه جدا، وهي قضيه الابداع الذي لا يحده زمن ولا يحده عمر. يعني اعتقد كل النتاجات الدكتور هي 58 الى عمر 65 حسب ما يعني اتوقع واتنبأ. اللي يحدد الابداع بعمر اعتقد هو غير دقيق وغير مصيب، خصوصا اذا اتى الابداع من اناس لديهم من الامكانيات العلميه والاكاديميه الكبيره اللي تشكل خزين معرفي كبير جدا. هذا الخزين المعرفي
قد لم تتاح له الفرصة لأن يظهر في مرحلة ما. السباق هو ليس أنه الأفضلية ليست بالأولوية، والأفضلية ليست بأنه أنت ربما الآن شخص عمره 20 سنة ويقدم عمل أدبي ويحصل على تقدير وتثمين كبيرين. فأعتقد مسألة أنه البعض يتحدث أنه مسألة الإبداع بعد عمر 50 أو بعد عمر 60 والدخول في هذا المحترك، وهذا الأمر غير صحيح وغير جائز. من أعطاني أنا السلطة حتى يعني أطلق هذه التحديدات وهذه التقييدات؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، الآن أنا استمعت إلى أنه منتج آخر للدكتور هو اللي بالصدفة، وتحدث الأستاذ طه عن أنه كثير من حياة الدكتور صارت هي مصادفة دخوله للطب وأمور أخرى. الحقيقة أنا بتقديري هذه ليست مصادفات. في قانون الجذب الإنسان يجذب الأشياء، هو اللي يجذب الأشياء. يعني أنت لا يمكن أن تكون طبيبا إلا إذا كنت تحمل من الاستعدادات الجينية والإمكانات وما اكتسبته من خلال بيئتك، من خلال دراستك. هذه كلها تشكل عامل جذب. الإنسان تجذب له الأشياء اللي هو يبحث عنها، تجذب له الأشياء اللي تكون عبارة عن أهداف له. فهي لربما تبدو هي مصادفات، ولكن بالحقيقة هي ليست مصادفات. هي هذه أهداف موجودة واستطاع أن يجسدها. لربما البعض ما يستطيع يحققها لأنه لم يعني تتوفر له البيئة المناسبة، لأنه يستطيع أن يحقق كل ما يصبو إليه أو كل ما يهدف إليه. لكنه بالنهاية ما دام هنالك أهداف وما دام هنالك أشياء في الداخل نسعى لتحقيقها، فأكيد هذه ستتحقق. سأتحدث الآن فقط عن رواية ماريا بشكل يعني مقتضب. أنا لم أقرأ الرواية للأمانة حتى أكون منصف، لأنه حتى لا يكون يعني هذا كلامي لربما كلامي فيه الكثير من عدم الدقة، لكن ما قرأته من الرواية حوالي تلك الرواية. هي رواية ممتعة جدا. فقط أنا شعرت بالحزن في الورقة الأولى اللي ذكر بها الدكتور أنه هذه الرواية هي رواية للسيدة ماريا وزوجها. يعني تقرأ 70 صفحة 80 صفحة وبعدها ماريا شابة وحلوة وجميلة. زين أنت بأول ورقة حرقت علينا الفيلم. زين شلون هذا الدكتور؟ يعني أنت ذكرتني بصديقي اللي كنا ندخل بالسينما وشايف الفيلم 3 مرات، أول ما راح للنهاية. يعني هذه أتمنى لو لم تكن موجودة، لأنه الحقيقة أنا حزنت لأنه قرأت هذه رواية السيدة ماريا وزوجها اللي وبعدين أنا قرأت أكثر من 70 صفحة وهي ما لحد الآن بعدها في خضم الصراع بينها وبين نفسها. ويريد يثبت براءته من البداية، ويريد يبعد الشباب من البداية. رجاء واحنا عندنا تصوير رجاء فدوى قلبك ارجوك يعني. هاي بعد ما تفضل. الرواية هي كتبت وشخوصها يتحدثون اللغة العربية الفصحى، لكنه أجواءها هي أجواء غير عربية. هذه الرواية نقلتنا إلى عالم آخر، عالم غريب لربما عنا، وخصوصا اليونان. هناك كثير من يعني الغموض عن اليونان. ما نعرف اليونان مثل ما نعرف كثير من الدول الأوروبية. الجميل في هذه الرواية أنا تعرفت على كثير من التقاليد والعادات اليونانية من خلال هذه الرواية. يعني لم أكن أتوقع أن فتاة يونانية بمجرد أن شخص يقود سيارة وينظر لها من خلال مرآة السائق وتنهره وترفض أنه ينظر إليها. النقطة الثانية رفض ماريا ورفض أبوها لاستلام أموال للتعويض بسبب حادث الدهس اللي تعرض له أخوها.
هذه القيم وهذه التقاليد يعني تخليك تحس انه الشعب اليوناني كانما تشبه تقاليدنا وتشبه العواطف اللي عندنا. فنقلتني هذه الروايه، نقلت لنا الكثير من الاجواء وكثير من التقاليد اللي كنا احنا ما مطلعين عليها. فيما يخص البناء الروائي بالروايه واللغه، الحقيقه اللغه جميله جدا، لغه باذخه، واللي بصراحه انا بالنسبه لي يعني كشخص يعني تربوي هذه الروايه اتمنى توزع على كثير من الشباب، لان بها كثير من الدروس التربويه، خصوصا درس ماريا. يعني ماريا كانت ترفض الغني وترفض الفقير، اثنينهم ترفضهم. ليش؟ الغني اللي كان ما عنده شخصيه، ما يمتلك الشخصيه، اللي هو الغني بالقريه معاها، والفقير الاخر هو الشاب اللي ايضا معاها بالقريه، لكنه لم يكن يمتلك اتخاذ القرار، وكان فقط ما عنده طموح. هذه تعطي درس للشاب انه انت يا شاب عليك انه تبحث عن هدفك، تبحث عن الطموح، لا تبقى متقوقع وجالس ومتقوقع على نفسك. فبها درس تربوي كبير. التوصيف اشتغل عند الدكتور رعد بشكل كبير، وخصوصا توصيف البيت، بيت ماريا، يعني توصيف راقي. لربما هذا التوصيف وظف، انا لم اجده بالصفحات اللي قرأتها، لربما وظف، يعني حتى وصف لنا الباب وبشكل دقيق جدا، لربما وظف في الفصول اخرى سأنتهي. ايضا كان متمكنا من السرد، وكان عنده نفس طويل جدا بالسرد، يعني انا احسد على هذا النفس. هو لهذا السبب صارت الروايه بحدود 400 صفحه. لربما لو كاتب اخر كتب نفس القصه واستخدم نفس الاحداث لربما يختصرها الى 100 او 150 صفحه. على سبيل المثال مشهد المختار، مجرد المختار يريد يخبر افراد القريه بانه هذا الشاب اللي دهس اخو ماريا، من هو هذا؟ لانه كان صاعد بسياره فخمه وفاخره ويريد يعرفون منه هذا رئيس وزير. فهو يسالهم يقول لهم انتم تعرفون هذا منو؟ حوالي صفحه ونص، ويمكن الحجم الخط 14 صفحه ونص، وفقط يتحدث معاهم وما يقول لهم منو هذا. يمكن تزيد فضولهم. لو شخص نعم تزيد فضول، يمكن شخص اخر بسطرين. هذه ايضا ميزه تحسب للكاتب. الحقيقه الروايه ممتعه، لكنه تحتاج الى شخص عنده نفس طويل يقراها. انا ما عندي نفس طويل. تحياتي للدكتور رعد صادق الحليم. تعقيب هذاك الوقت كله تعقب على الجميع. لا بس بالنسبه لزوجه لا حتى لا انسى، لان هذا نعم ان شاء الله من تكمل الروايه راح تعذرني وتعطيني العذر ليش ذكرت، لان الزوج راح يصير في لا الى دور ثانوي ثالث. نعم استاذ، شكرا جزيلا. طبعا اصحاب النفس الطويل يلومون دائما بان بعضهم يعني نقاد جدد ما اعرف يسمى ناقد، ما اعرف يعني يفتح الصفحه ويكتب مثل هذا 4 مرات، يقول شلون ذكر 4 مرات؟ كان 500، يعني هاي ماكو هيك بالروايات، يعني هاي شغل جديد هسه جاي بين الكلمه اللي تتكرر ما اعرف شلون، مثل الشعراء المعنى بقلب الشعر، وما نفتهم شو يقول، يابته غير نفتهمه كان كان المعنى بقلبه ما تدري. اصحاب الزواج هذول يا جماعه اصحاب الزواج. احنا نتمنى يكون شاعر ايضا يقدم كلمه للاستاذ رعد الحلي. طبعا مازن لديك كلمه في نهايه الجلسه ان شاء الله. تفضل استاذ، تفضل استاذ. الان مع الدكتور الحبيب الاستاذ صادق الموسوي كلمه للاستاذ رعد. تفضل. الواقع انا يعجبني اوقف. تفضل. هذا حتى على الاقل اشوفكم كل شيء. انا الاستاذ الدكتور صادق الموسوي رئيس جامعه اهل البيت في كربلاء، وانا جئت قاصدا من كربلاء حتى احضر هذه المحاضره مع حبيبي الدكتور. شرف كبير. كما واني كنت عميدا لكليه اللغات
ولا أريد أن أطيل ماذا وعملت حوالي 10 سنوات كمستشار وصحفي في باريس. دكتور رعد أنا أتباهى وأفتخر به لأن علاقتي معه علاقة متميزة. فأنا صديق أبوه وأعرف أبوه، وهناك عشق متبادل بيني وبين أبوه. مو هالشكل دكتور رعد؟ ليش؟ لأنه هذه العائلة الأصيلة مو غريب أنه يبرز دكتور رعد بهذا البروز اللي ذهب طبيبا عاد أديبا. احنا ما كنا نتوقع هالشكل. احنا كأسرته وأهله كنا نتصور أنه دكتور رعد راح انغمس وانغمر في هذا المجتمع الأوروبي الجديد، ولكن الأصل أصالته جعلته أنه يبدع مو في مجال عمله بس، وإنما استغل مجال عمله من أجل الإبداع الأدبي الرائع. أنا ما أريد أن أطيل، ولكن أريد أن أثبت أنه ما هي علاقتي بالدكتور رعد، وليس غريبا أن يكون دكتور رعد بهذا النتاج اللي أنتجه، وإحنا نفتخر ونشرف بك دكتور رعد. صراحة بيضت وجهنا كأسرته. فتحياتي لكم وما لي أطيل، وشكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لهذا الاختصار، هذا الجمال، شكرا جزيلا يا حبيبنا يا استاذنا قامة كبيرة. نعم. الان الدور الى الدخول في المتن والحديث عن المتن، رواية ماريا اليونانية للاستاذ جواد كاتب. تفضل استاذ. تفضل استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله اساتذتي. حياك الله ضيفنا الحبيب ابننا وليس ضيفنا. سعيد جدا ان يكون لي حصه قليله. دكتور رعد الله يخليك. يسمحوا لي اقف مثل ما وقف الدكتور. نعم تفضل. هذا راح يصير سنة. كانت فكره جميله جدا ورائعه استاذنا. عادي يعني حتى أشوف الكل. الحقيقه انا جمعت بعض الحوارات من دكتور طه ودكتور المصطفاوي وبقيه الاخوه. كل ما طرح هو صحيح. استاذ حسين رجعنا. لكنني احاول ان اغير قليلا في الموضوع، لانه دكتور رعد اعطانا الفرصه لان نتحدث. كوني سينمائي، ما يصير. روايه طبعا لكن سينمائي، في كل فيلم جيد او روايه جيده نجد هناك مفاهيم يقدمها ان المخرج او الكاتب. تلك المفاهيم اغلب الاحيان تاثر علينا، توجه اهتمامنا الها، نخلق من عندها قيمه. هذه القيمه يتقصدها الروائي ويتقصدها المخرج. يا ترى اين المفاهيم اللي اطلقها الكاتب دكتور رعد الحلي؟ ويعذرني يعني اذا قلت رعد. فقرتين قدمها بالكتاب ماريا اليونانية. أحدهما أنا كتبته لما جاء بالكتاب، جاءني متأخرا الحقيقة. يقول تطرق لها الدكتور المصطفاوي، صفحة 3: هذه القصة المذهلة للسيدة ماريا وزوجها عرفتها عندما عملت طبيبا للقرى والأرياف في إحدى القرى الجبلية اليونانية النائية. هذا رقم 1 سنأتي إليه فيما بعد. أما القضية الثانية فهي منطلق حديثي، صفحة 336. حتى والدها الراوي، ليس الراوي، حتى والدها الصامت دهرا والذي نادرا ما يبدي رأيا قال لها: زوجك رجل مشلول ومقعد تماما، وهو الآن يحتاج إلى ممرضة أو خادم ترعاه وليس زوجة. أعتقد أن دار المقعدين ستساعده أكثر بكثير منك. يا ابنتي هذه حال تشبه رجل ميت أكل من شباب شخص حي وببطء مرعب. أجابت بحزن: ماريا بانوس نصف حياتي، ظلي الحقيقي، ولا يوجد إنسان بدون ظل.
لا أستطيع أن أتخلى عنهم بهذه السهولة التي تعتقدون. وبعد سير الأحداث والضغوطات من قبل القرية وافقت على شرطين. لب موضوع الرواية كله، قمة الرواية، المشهد الرئيسي سواء في السينما وبالرواية هو هذا الموضوع. قالت الشرط الأول أن تتحول ملكية هذا البيت الذي أسكنه باسم بانوس حبيبي. الشرط الثاني أن يبقى بانوس معها في البيت. بقي عليكم من نحرق الرواية، لكن أخذنا لب الموضوع. أين الاهتمام؟ أين القيم؟ أنطي مثل، إحنا كعراقيين في العشرينات والثلاثينات وحتى الأربعينات سواء في الغربية أو في الجنوبية الشروقية، حينما يأتي رجل ومعه زوجته، وزوجته لو كانت لديها طفل بالعامية وعلاقة، تحمل العلاقة والطفل وما شابه غيره من مواد، هو يتقدم قدامها يمشي خالي الوفاض على قولتي اللي يقول، وهي كلها ذني شايلتها، يراد لها بس موسيقى وننطي نصور لها رجليها والتعب وركبها وهي والعباية عيني وتنزل الفوطة، وهو لا كأنه يعدل بهذا يمشي. هذه عرف وتقاليد خلق اكتسب من عندها قيمة من أهله. أنا عندي قيم سواء كانت مكتسبة عن الأهل أو من المجتمع. شلون وجهوا اهتمامي إلى قضايا؟ لقيت في مارية اهتمام جديد جذب انتباهي، وهو بهذا الشرطين اللي فرضتهم عليه ونجحت بهذا. صممت وأخذوا. هذا ما يصير عندنا، ولا أعتقد يصير لدى اليونانيين لولا هذه الحكاية. أدلى الروائي بأن هذه الحكاية حقيقية وواقعة ومتأثر بها. أجى على الدكتور المصطفاوي قال إنه هذه الرواية حرق فيلمها نهائيا، من قال هي وزوجها دخلنا بال70 ورقة وما زلنا نريد نوصل ويا الروائي متى يوصلنا ونعرف هي راح تتزوج، ما زالت شابة. أنا أقول هذه الرواية ضمن التصنيفات البنية هي رواية تسجيلية، ومن عظام الروايات هي الرواية التسجيلية لأن فيها توثيق. أنا حينما أصور وأجي وأصعد مصلحة بسنة 2075 وأوصل بالطابق الثاني وأوصل أحضر ملاحظاتي وأجي وأوصل المركز الثقافي في 2023 تصبح هذه المصلحة وثيقة. يراجعوها، هاي موجودة بالصورة تتحرك. أيضا الأحداث استاذنا كانت 1935، إذا جاءت إليك نقلا وليس أمام عينك. هي لما التقيتها كانت بالثمانينات. أنت استقبال كان عندك استقبال. هذا الاستقبال هو التسجيل، لكن في روحية فنان نقل لنا إياها الأستاذ الدكتور رعد الحلبي. لا أجاملك حقيقة، أنا روائي وحضرتك روائي وأنا استفادت منك، علمتني شلون من أكتب لابد وأن أنطي هناك لازم أوجه طارئ، لازم أنطيه قضية جديدة. أنا لما أحب الوطن، الأرض الطيبة، جينا الكلام، الأرض الطيبة لبيرفكت كتبت عن الفلاح سنة 1931، كتبت عن الفلاح ب3 أجزاء، وجهت اهتمام الناس في ذلك الظرف الأمريكي إنه شلون يتمسك الرجل الصيني، ظروف صينية وأنا جاي هذا القضية، شلون يتمسك الفلاح الصيني بأرضه، حيث جعلت 3 أجزاء وحصلت جائزة نوبل سنة 38. هذا منه الالتفاتة وتركيز الاهتمام على هذه القضية هو اللي جاب لها نوبل. احنا التفاتتنا تكون على هذا الموضوع، المشهد الرئيسي اللي 400 صفحة، لو كانت 500 صفحة نعم اهلا وسهلا بها، لا حدود للرواية. هناك موضوع يجب أن يطرق بطريقة. الطرق هي التقنية، والتقنية التي استخدمها
الروائي الدكتور رعد الحلي هي طريقة العالم بكل شيء، وكلها إلى هو روائي، هذا ما يكتب الرواية يسلمها الراوي، هذا الراوي هو اللي يسولف ويانا مع احترامي، هو اللي يسولف ويانا على الورق، من خلاله احنا نتفاعل وياه. انه بلا تشبيه كالاله، مسيطر على كل الشخصيات، وزعها وانطاها مشاعرها، الحب، الخير، الجمال. افلاطون وسعادة ارسطو في البناء هذا. اكيد انت في دولة افلاطون وسقراط على امتداد المفكرين الاخرين اللي قبله، اللي كان يتحدث عن اشبوش، امتداد سقراط وافلاطون وارسطو. هذا البناء كان ما تقدر تلزم على الراوي العليم، تلزم عليه شغله. هو مو مع احترامي، الراوي ليس غشيم حين يقول انه وزوجته وكذا، هذا الرواية، وليس غشيم الراوي حينما في صفحة 13 يمكن صفحة 13 حضرتك الراوي قلت انه موجودة هاي العبارة، انه ذكرت انه هو وزوجته مرة الثانية والنور انطلقت بالاحداث، حال ما بينت ابنوس من اجل السيارة والطفل وكذا. انا ما اريد الاحداث ما احب احكي به، لكن احكي بالبناء. اذا راوي عليم وراوي، ثمة امر بسيط جدا كان موجود لديه في الصفحات 300 فما فوق، انه انطى الحريه لماريا ان تتحدث مع نفسها، وسرعان ما تعود مشاعرها بيد الاله الاعظم داخل الورق. اقصد به الراوي العليم. نجح، سرد ممتع، لغه رائعه، بقدر ما هي متينه هي سهله توصل لكل قارئ، طالب الكليه، الدكتور، اي انسان يقدر يقراها ويتوصل ويحصل ويثير اهتمامه. فعلا هي هاي القضيه، شلون راح تخلي حديثه غبار عنها؟ معقوله يتزوجها بالطابق الاعلى، اجواد وتنزل على فلان، موجود عندها على كرسي متحرك. قيمه اجتماعيه، اخلاقيه، انسانيه. في سبيل انه اخويا قبل ما يسافر قد اكون معه، قد اكون قليلا، اللي خلاني اتحرك واتكلم واقف على حيلي هو الابداع اللي موجود عند الكاتب، لانه صدقني لا يمكن ان يكون نقد اذا ما يكون هناك ابداع. ما يسوي لك كويس، يكتلك. على قولة احد النقاد قال يابا الكاتب يقول انت تاخرت، تدمرت ودمرت الكاتب. وينك؟ ما كتبت عنه، قرانا. قال انا كسرت 6 كراسي من وراه، ردت باي طريقه اقبل هاي الروايه، ما قدرت. ردت يعني اغش نفسي، اغالط نفسي، ما قدرت وياه. يا جماعه مو كاتب، مع احترامي يعني احنا استغليناها الان وكي لا اطيل. شغله مهمه. عراقي، كم سنه طلعت صار؟ من 74 50. لا عمرك يعني 70 سنه 20 سنه 19 سنه 20 سنه في العراق، 43 او 44 سنه في اليونان. يا ترى هذه الروايه وين نصنفها؟ لليونان، خاصه ان عنوانها ماريا اليونانيه، ام للعراق؟ انا اتحدث كنقد. ارجع للكاتبه بيرنباك، الارض الطيبه. هذه الكاتبه هي امريكيه، وجه ابيض جميل، وامها وابوها ناس مرشدين دينيين المسيح، ينشرون دعوه المسيح داخل الصين. اجى عمرها 5 اشهر، اخذوها وطلعوا يشتغلون بشغله المرشد الديني هناك بالصين. بقت بالصين بحدود 35 عام. تخللها دراسه فقط. حين اخلصت خلينا نقول الاعداديه وراحت للجامعه، رجعت لامريكا. هم من ولايه فرجينيا.
رجعت لأمريكا تكمل الأدب الإنجليزي. تعرفت على شاب أمريكي من أصول صينية، زوجته من زوجته بفرجينيا بأمريكا، رجع بيها طالما أنه أصول صينية وكان متمكن، رجع للصين، رجع بيها للصين. صار عندها وقت، وزوجة واحد ثري بالمناسبة، هو قطاعي كان في وقته، كتبت الأرض الطيبة. الجزء الأول أثارت ضجة وناس حب وعشق للقراءة. يا ترى هذه الرواية نصنفها رواية أمريكية، وهو يتحدث عن رواية تخص الصين والفلاح الصيني كما أسلفت سابقا؟ difficult، صعب. طيب، عندنا أمين معلوف الكاتب اللبناني إلى روعة رواياته. هذا الكاتب كتب عن سمرقند، رواية عن سمرقند، اتطرق بها إلى عادات وتقاليد وكذا وحب وغرام ودين وإسلام. كتبها بلغة فرنسية. يا ترى هذه الرواية تصنف عربيا؟ هو عايش في فرنسا، عربيا لو فرنسية، الرواية عربية لو فرنسية، اعذروني، لكن هو هذا التحليل المفروض أعرف الشكل، لأن نصل إلى درجة في سبيل نعطي حق كاتبني. وكثير من الكتاب لوكن إيكدن هذا الأمريكي كتب رواية من أيضا من 3 أجزاء عن تشنكيز خان، راح للمغوليا كتب عنه تفاصيلهم، شلون يشربون دم، تكرمون الحصان لليوم، كيف يصنعون الخمر، كيف طريقتهم البدائية البادية لحد الآن، يعني ما زالوا يعني متأخرين عن العالم. سبحان الله، ذول اللي كانوا مسيطرين علينا. بقى عندهم فترة طويلة، وكتب عن منغوليا، عن تشنكيز خان بالضبط. يا ترى هذه الرواية تعتبر أمريكية لو منغولية؟ أنا أعتقد بعد دراسة طبعا أنه من الصعوبة أن تخلي خط فاصل بين الرواية وبين جنسها، لكن ممكن تقول هذا الكاتب عراقي على سبيل المثال، هذا الكاتب عراقي، فروايته حتى لو كاتبها باليوناني هي يونانية. هذا الكاتب أمريكي، الرواية مالته منغولية، لتكون على جنس الكاتب. إذن أمنح الرواية جنسيتها إلى جنسية الكاتب، لأن العالم تطور، انفتاح عظيم واسع في الأدب. إنه أنا من حقي الآن، أنا عندي الآن رواية مع سيناريو يتحدث عن قصة مصرية بأحياء مصرية، ما من حق واحد يجي يقول له إن أنا عراقي وكذا. لكن هذه تساؤلات طرحت على الرواية بصراحة أمامي خارجة، استعارها أحد من المثقفين، لا تعتبر رواية يونانية؟ لا، يقدر يكمل ويلعب المباراة أستاذ. الوقت شوي صار. أنا كنت خلاص، أنا مستمتع، طلع جميل عجتدي، مستمتع جدا، وودي ما أقف بعد ساعة أتكلم كثير بالمتن عند الدكتور، لكن في سبيل الله أظن أنا دخلت بتفاصيل. لكن ماريا اليونانية، ماريا هي المفروض حتى نقول يا يعني ليش هاي ماريا؟ شوف دول أمريكا اللاتينية، شرق أوروبا، دول كلهم يسمون ماريا، تقترن باسم مريم السيدة العذراء أكثر شيء يعني دينيا. احنا عندنا ماريا، أنا بالبيت عندي طفلة مريانا، مريومة وكذا، كلها هي تتحول إلى مريم العذراء، مريم الحب، الشجاعة، بحر الأحزان، هاي واحدة من تفسيراتها، بحر المرارة الجميلة المتمسكة، غريبة العاطفة، مثل ما يعني ماريا.
ولذلك خصمها وراح نخصمها وربي يوفقك. يا رائع. شكرا جزيلا.